الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا لو أحبك الله تبارك وتعالى؟ لو أحبك الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء، وهو اللقاء 22، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبوبين عند رب العالمين تبارك وتعالى. لو أحبك الله سبحانه وتعالى لجعلك على العقيدة الصحيحة الذي كان عليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولأصلح الله لك تبارك وتعالى اعتقادك. لو أحبك الله سبحانه وتعالى لجعلك على العقيدة الصحيحة الذي جاء بها النبي محمد وعلمها لأصحابه وعاشوا عليها وماتوا عليها. فإن دين الله تبارك وتعالى واحد، وربنا سبحانه وتعالى واحد، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في كتابه، وعلمنا كيف يعتقد المسلم بربه تبارك وتعالى في كل كبيرة وفي كل صغيرة. فإن المسلم لابد أن يهتم بهذا الجانب اهتمام كبير، وهو جانب العقيدة، حتى لا يلبس عليه الشيطان ويزين له سوء عمله والعياذ بالله. فإن المسلم إن ابتلي في ماله فهذا يهون، فإن ابتلي في جسده فهذا يهون، وإن ابتلي في أولاده وأهله فهذا يهون. أما إن ابتلي العبد المسلم في دينه واعتقاده فهذا لا يهون أبدا، لأن بابتلائه في دينه ولم يصبر على دينه فقد خسر خسرانا مبينا. واسمع ماذا قال رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإن الأمر جد خطير، فلابد أن تثبت على اعتقادك لله تبارك وتعالى مهما تعرض لك من فتن، ومهما تعرضت لك من أمور تحول بينك وبين دين الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل قال رب العالمين تبارك وتعالى مخاطبا لسيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام ولسادات الأنبياء والمرسلين، قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالأمر جد خطير، فعلى كل مسلم حري به أن يهتم بجانب اعتقاده اهتمام بالغ حتى يحافظ على هذه العقيدة السليمة فيعيش على ذلك، فإنها علامة من علامات محبة الرب تبارك وتعالى العبد أن يجعلك الله محافظا على اعتقادك. كما قلت لك، إن ابتلي العبد في جسده وفي ماله وفي ولده وفي أهله هذا هون. أما إن ابتلي وزين له من قبل الشيطان أمر يفعله كان باطلا، زين له أنه هو هذا الأمر كان صالحا، فهذا أمر خطير جدا جدا. واسمع معي: لمن ضل الشيطان به أناس كثيرون ضل بتزيينه لهم، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال مجاهد: أضل الشيطان أناس كثيرون زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. ونسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا أضلهم الشيطان زين لهم سوء أعمالهم أفلم تكونوا تعقلون؟ أفلم تكونوا تتفكرون أن هذا الشيطان أمركم بمخالفة أمر ربكم، والله تبارك وتعالى أمركم بعبادته وحده سبحانه وتعالى ولا تشركون به سبحانه وتعالى في شيء. وتأمل معي في تزيين الشيطان لبعض هؤلاء الناس. زين الشيطان بعض أعمال
هؤلاء القوم فرأوه حسنا، وهذه الأعمال كانت باطلة، وهؤلاء قوم سبأ. ذكر الله تبارك وتعالى قصتهم في كتابه في سورة النمل. قال الله سبحانه وتعالى: إذ أن هناك هدهد من جند سليمان ذهب إلى هذه المدينة وهي سبأ، فرأى أن هؤلاء القوم يسجدون للشمس من دون الله، فاستنكر فعلهم وذهب إلى نبي الله سليمان يخبره بالخبر، فنقل لنا ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى عن هذا الموقف، قال سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا الهدهد استنكر هذا الفعل حين سأله سليمان، فنطق الهدهد قائلا: جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، اسمع، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوه حسنا، ونسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء قوم عاد وقوم ثمود، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وأضلهم عما أمرهم به أنبياءهم والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى عنهم: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أي كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: كانوا يظنون أنهم على الحق المبين فزين لهم الشيطان أعمالهم، رأوا أنهم على الحق المبين في عصيانهم لأنبيائهم وعاشوا على ذلك، فكان الدمار والخراب عليهم. فلا بد لكل مسلم أن يتعلم ما أمر به ربنا تبارك وتعالى في كتابه من اعتقادات، وأن يتعلم ما أمر به النبي محمد عليه الصلاة والسلام من اعتقادات، حتى يحفظ دينه وعقيدته لله تبارك وتعالى، فلا يستطيع الشيطان أن يلبس له أمر اعتقاده بربه وأمر اعتقاده بدينه، كما أخبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن القابض على دينه وعلى اعتقاده كالقابض على جمرة من نار، كما أخبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وتأمل معي في أن المسلم إن عاش موحدا ولم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا أدخله الله جنته ودار مقامته سبحانه وتعالى. قال الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة. حافظ هذا العبد على اعتقاده بربه، لم يستطيع الشيطان الرجيم أن يزين له سوء عمله، لم يستطيع الشيطان الرجيم أن يلبس عليه البدعة فيجعلها عنده سنة، لا يستطيع الشيطان الرجيم أن يجعل له الضلال حقا، لم يستطيع الشيطان الرجيم أن يغويه بأي شيء، لأنه محافظ على اعتقاده بربه تبارك وتعالى، يعلم أن الله بيده كل شيء. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة. أيضا بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن من اعتقد اعتقادا سليما بربه تبارك وتعالى وبنبيه محمد عليه الصلاة والسلام كان في الجنة وإن قل عمله في هذه الحياة الدنيا. اسمع ماذا قال الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد أن الإله الحق هو الله الذي يملك لك الضر والنفع، الذي نذبح وننظر له ونطب ببيته البيت الحرام ولا نتوكل إلا عليه،
ولا نحلف إلا به سبحانه وتعالى. فمن عاش على ذلك معتقدا بذلك، اسمع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، وأن من صار خلفه فاز فوزا عظيما، ومن أعرض عنه فقد ضل ضلالا مبينا، وأن عيسى عبد الله ورسوله. ولماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام من جل الأنبياء والمرسلين عيسى؟ لأن هناك قوم ضلوا فظنوا أن عيسى هو ابن لله، وحاشا وكلا أن يكون لله ولد. قال الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد، فحاشا لله أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى. ضل قوم فظنوا أن عيسى هو ابن لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لم يكن له ولد، فقال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. فلا بد أن تصحح اعتقادك أن عيسى هو عبد الله ورسوله. والله تبارك وتعالى جعل عيسى آية من آيات الله تبارك وتعالى، ومعجزة من معجزات رب العالمين تبارك وتعالى. فالله أراد أن يري خلقه سبحانه وتعالى عظيم قدرته، فخلق خلق من غير أب ومن غير أم وهو آدم، وخلق خلق من غير أم وهي حواء خلقها من ضلع آدم، وخلق خلق من غير أب وهو عيسى، وخلق خلق من أب ومن أم فالناس جميعا. فمن شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق وهما موجودتان الآن، شهد بذلك وأقر بذلك، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي ما اعتقد ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي ما حافظ على ما افترضه الله عليه، وقصر في النوافل، وقصر في أمور لم تكن في الفرائض، أدخله الله الجنة وإن قل عمله بهذه النوافل. جعل الله في الجنة، ولكن لم يجعله الله تبارك وتعالى مرافقا للأنبياء والمرسلين إلا إذا كان مسارعا للخيرات، مؤدي لما افترضه الله تبارك وتعالى، مكثرا من النوافل الذي سنها النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن اعتقد ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقل عمله، أدخله الله الجنة بحسب عمله، يرزقه الله تبارك وتعالى بهذا العمل الدرجة التي تساوي عمله في جنته ودار مقامته سبحانه وتعالى. فلو أحبك الله سبحانه وتعالى لجعلك محافظا على عقيدتك، وهي عقيدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمها لأصحابه الكرام، فعشت على العقيدة الصحيحة ومت على العقيدة الصحيحة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم على العقيدة الصحيحة الذي جاء بها النبي محمد وعلمها لأصحابه الكرام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.